السلام عليكم خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكون احوالكم الماليه النفسيه كامل مليحه. الفيديو تاع اليوم راح يكون نوع من التحديات اللي راح نديرو قبل ما يلحق رمضان، بما انه رمضان ان شاء الله ما بقالوش غير قولي شهر ونص هكذاك الى شهرين. حنديرو قبل رمضان، نحاولوا نتمرنوا عليه ما يجي يلحق رمضان نكونوا ديجا شغل تمرنا والفناه ونديروه بسهوله. قبل ما نبداو لا فيديو على بركه الله ما تنساوش الصلاه والسلام على خير الانام محمد. كما ديما نفكركم ونحاول اني نوالفكم ونقول لكم ديما جعلوها عاده في روتينكم واعمالكم اليوميه. اذا الفيديو تاع اليوم راح يكون على تحدي كيفاش نقتصدوا في استعمال الزيتون ونوصلوا اننا نستهلكوا اقل كميه ممكنه من الزيت في الشهر ونخبيو منها للشهر الجاي، والمصروف تاع هذاك الزيت ندخره. اذا سيداتي حنحاول اني نبدا لكم في الشهر هذايا الجاي ان شاء الله. تقدروا تبداو من دوكا وما في شهر فيفري ان شاء الله، فيفري بما انه على الابواب. ومن بعد هذيك الطريقه اللي اعتمدتوها تشوفوا اسكو خرجت عليكم ولا لا، وتطبقوها في رمضان بحول الله تعالى، ربي يقدرنا كامل عليها. باش نبداو اول حاجه اللي راح نبداو بها قبل ما نقول لكم على يعني الوسائل ولا الطرق كيفاش تقتصدي في الزيت، راح نبدا لكم اول خطوه اللي لازم ديريها، ولا لازم الحاجه المعروفه عندنا انه كل ما كانت عندنا الحاجه بكميه كبيره كل ما زاد الحماس تاعنا باش نستهلكوها، على اساس دايرين في راسنا بلي هذيك الحاجه ما تخلصش. حطينا عندنا قرعه تاع الزيت 5 لتر صافي رانا الله يبارك عندنا كميه كبيره، نوليو نقليو منها، نوليو نديرو منها الكاطو، نوليو نديرو منها الكسره، نوليو نطيبوا بها. ومن بعد كي توصل لتحت كامل خلاص الزيت نضربوا شحال استهلكنا، شحال قعدنا فيها، يا ربي ما بصمنا وحنا استهلكنا 5 لترات تاع الزيت، وهي كميه كبيره يعني ما يتصورهاش العقل. احنا الجزائريين يعني رانا نستهلكوا، شوفوا الزيت والقهوه والسكر والحليب بدون حساب، وهما هادو كما يقولوا هادوما عندنا السكر والزيت. وتقدروا تقولوا الحلوى عفوا السكر، قلت لكم الزيت والسكر والقهوه تقدروا تقولوا بانهم مضرين بزاف للصحه تاعنا. لهذا نحاولوا اننا كما نقولوا نكونوا عقلانيين في الاستهلاك تاعنا. اليوم جبت لكم هذا الاخر باش نكونوا كيفاش نكونوا عقلانيين في الاستهلاك تاع الزيت. نرجعوا للفيديو تاعنا. اذا باش نقتصدوا في الاخر تاعنا في الزيت تاعنا، ونحاولوا اننا نستهلكوا نحدوا على الاقل، نقولوا الشهر هذا على الاقل نستهلك كما يعني اقل حد قدري عليه هي 4 لترات، ما نروحوش ل5 لترات، نبداو نقصوا بالعقل. الليترات ديما نحيوها صافي، نديروا 4 لترات. لازم لي في الشهر هذايا نستهلك 4 وحده نخبيها. كيفاش ديري حبيبتي؟ تحكمي الزيت تاعك، كما نقولوا تقسميه. يا اما ديري ديما ننصحكم شريو القرعه تاع 5 لترات، ما تشريوش بالليتر. حكموا شريو 5 لترات وقسميهم هذيك 5 لترات على القرعه تاع لتر، سواء في القرعه تاع السعيده ولا عندك قرعه تاع الزيت تاع لتر يكونوا مخبيين ولا مخبيتهم، ولا قرعه ما على باليش انايا تاع لتر. اي حاجه اغسليهم بلا جافيل والاخر وايزيس، نشفيهم مليح ومن بعد حطي فيهم الزيت. قسمي الزيت تاعك لتر صافي 5 لترات. حكمي لي الليتره الاولانيه خبيها، هذيك الليتره الاولى خبيها ديما، نسي عليها دستيها منين ما على باليش انايا في كفشك في عبونك ليسونسيال، نسي على هذيك الليتره. ولا نبداو قلنا بليتره ومن بعد نروحوا للكميات الكبار. دوكا الشهر هذا نبداو بليتره، ومن بعد عندك الليتره واحده اخرى. كيفاش ديري؟ انا كما راكم تشوفوا هذه القرعه ديجا استهلكت منها، حطيت فيها هذه القرعه الصغيره استهلكت منها للطياب والقليان. ما وريت لكمش القرعه تاع القليان اللي راني ندير بها. اذا استعملت منها. تحكمي قرعه تنقصي منها النص، تحطيها في قرعه كما راكم تشوفوا، هذه قرعه نص تاع نص لتر تاع الماء، تنقصي فيها نص لتر وتزيدي معها زيت زيتون، ولا تحبي زيدي معها زيت زيتون ولا تخليها نص لتر كيما راهي تاع الزيت. انا من الافضل نخلط هذيك اللي تخلطيها بنص بزيت زيتون، خليها للطياب. علاش؟ لانه الطياب كل ما كما نقولوا كثرنا فيه الزيت يجي كما نقولوا ما على باليش انا يجي مزيت يقهم، راكم على بالكم. اذا تنقصي من هذيك الليتره نص لتر تحطيها هنايا تخليها غير الطياب. وكي تجي طيبي حبيبتي ماشي تكبيها هكذاك بالقرعه، لا حاولي انك تكيلي، تعلمي انك تكيلي الزيت تاعك سواء بالمغرف ولا بعينك ميزانك. حاولي انك تحطي من 2 مغارف الى 3 مغارف الماكسيموم
ديري زوج مغارف ولا 3 في الطياب تاعك. كيكونوا استعملتي الزبده، انا الاغلبيه ما نستعملش هذه الزبده والسمن، ما نستعملهمش في الطياب تاعي. نستعمل زيت، هذا زيت نباتي وزيت زيتون نستعملهم في الطياب تاعي ونطيب اي ماكله. ما يهمنيش انا ليسونسيال انا صحتي. هو يعني الزيت النباتي ماشي صحي بصح على الاقل نقص شويه الاستعمال تاع زيت نباتي. وزيت الزيتون راهو غالي كما راكم تعرفوا، ماناش نقدروا نتحصلوا عليه كما نقولوا بالجوده هذيك اللي نحبوها حنايا. لهذا نحكم الكميه اللي تكون عندي نخلطها مع زيت سانغون نطيب بها. اوكي، هذه اول خطوه. ومن بعد هذيك الليتره الثانيه، ليتره انا قسمناها تقعد لك نص لتر خبيها باش تزيدي تكملي الاسبوع تاعك ولا الشهر تاعك للطياب. ومن بعد عندنا الليتره الثانيه نخليوها، هذيك الليتره الثانيه نخليوها للقليان. اوكي، والليتره الثالثه نخليوها للحلويات. الليتره الرابعه نخليوها للاحتياط. اونك خلصنا تاع القليان ولا اونك خلصنا تاع الحلويات نرجعوا ليها. ما خلصناش انا مهنيين، خلصنا تاع الطياب نرجعوا ليها. ما خلصناش انا مهنيين نزيدوها نخبيوها مع هذيك الليتره اللي خبيناها للاحتياط اللي خبيناها للتوفير. فهمتوني؟ راكم فهمتوا؟ نعاود لكم اللي ما فهمتش ولا اللي كما يقولوا الفهم تاعها شويه ثقيل. تحكمي تقسمي القرعه تاعك على 5 قرعه تقسميها على نص لتر تزيدي لها زيت زيتون وطيبي بها، ونص تخبيها باش تجي تكملي الشهر تاعك. وليتر تخليها للحلويات، سواء كانت ديري بها لي صابلي ولا ديري بها الكيكات ولا ديري بها الموسكوتشو ولا. وليترا تخليها للقليان، وليترا تخليها للاحتياط، وليترا الاخرى نخليوها للتوفير، هذيك الادخار للشهر اللي موران. اوكي هكذا. دوك نقول لكم على لي زاستوس كيفاش تقتصدي في الزيت هذاك تاعك. وقبل ما نروحوا لي زاستوس كيفاش تقتصدي في الزيت، كاين طريقه ثانيه واحده اخرى تاع بخلاف هذه تاع ليتر نقدروا نديروا 2 لترات نخلوهم للقليان، 2 لترات للحلويات، وليتره هذيك ليتره للوسمو نخبيوها للاقتصاد. هذوك 2 لترات تاع الحلويات نحيو ليها منها كما يقولوا ليتره، نقسموها النص كما قلت لكم، زيدوها زيت زيتون وديروها الطياب، النص الاخرى خبيوها. كي تخلص لكم اللي مخلطه مع زيت زيتون زيدوها كيف باش تكفيكم الليتره الاخرى خليوها للقليان. ولا لانه علاش ولا نخليو 2 لترات هذوك نخليوهم هما للقليان وليتره حلويات. علاش؟ لانه 2 لترات الاغلبيه يقولوا لي بلي رانا نقلو بزاف، صافي 2 لترات ما تكفيناش. هكذا ديري 2 لترات للقليان، لتره خليها الحلويات، لتره خليها للطياب، ولتره هذه خليها خبيها. هذه نبداو كي نبداو نخبيو لتره برك، ومن بعد تبداي تضاعفي في الكميه اللي تخبيها نتيا. طبعا بعد تطبيق لي هادوما كيما قلت التدابير اللي يخليوك تقتصدي في الزيت. اول حاجه شوفي حبيبتي القليان، حاولي انك تلقاي بدائل للقليان. كاين التفوار، كاين الجوازات، كاين الشوي، كاين الفرن، كاين بزاف بدائل للقليان. ماشي كل يوم لازم القليان. تقولي لي بلي ولادي ما ياكلوليش الطياب، ياكلوا لي غير القليان. لا حبيبتي، انتيا اللي تسيريهم، انتيا اللي تقدري عليهم. كيما البطاطا شاك فوا فخيت بزاف. شحال تقعد ديك القرعه ما راح تشري كونتون كيما نقولوا كونتينر تاع الزيت وما يكفيكش. لهذا حاولي انك البطاطا تحمريها لهم في الفور. كاين بزاف طرق، واللي عندها هذيك واسمها المقله الكهربائيه راهي ربحت، واللي ما عندهاش معليش، كل واحد والاستطاعه تاعو، كل واحد المستوى تاعو. كاين اللي عندك اللي ما عندوش. اللي ما عندهاش عندها الفرن في الدار، تحكمي تغليها في شويه ماء وملح. كيما يبدا يدخلها الطياب تصفيها، تحطيها في بلاطو فيه بابي كويسون ولا ما فيش ليسونسيال. ديري لها لي زيبيس تاعك، شويه فلفل احمر، شويه كمون، شويه قزبر، وشويه زيت زيتون وشويه ملح. تخلطيها مليح وتدخليها للفرن تاعك وتخليها تحمر مليح وتجبديها لولادك ترافقيها مع الدجاج تاعك ولا وحدها ولا اعطيها لهم سخونه ياكلوها. والله العظيم شوفي ديجا صحيه، فيها زيت زيتون وطيبه طياب ومحمره ماشي قليان. ومام طونط كيما نقولوا تلبي لهم الطلب تاع انهم ديما يحبوا لي فريت. هذه فيما يخص البطاطا. عندنا الباذنجان يدي بزاف الزيت، كي نقليوه يدي بزاف الزيت. لهذا واش نديرو حنايا نحكموا، يا اما نديروه مشوي نديروه شلاضه ولا، وكي نحتاجوه في لي غراتان واش نديرو نحكموا نقطعوه بالطول، ومن بعد دهنوه بشويه الزيت، شويه زيت نباتي نورمال، دهنيه بشويه زيت مع شويه الملح ودخليه الفرن تاعك وخليه يتحمر. ومن بعد جبديه طري بلا ما تقليوه، يرفد لك هذاك الزيت
الزيت، ومن بعد هذاك الزيت يولي يطلق لك في الكراطان مع الزيت تاع الفرomاج، راح يرجع لك هذا البلاط تاعك معمر غير بالزيت، وديجا ضياعه تاع الزيت وضياعه تاع الصحه. فهمتوني؟ الفلفل كيف هذا كي نحكموا الكاسرونه ولا المقله تاعنا نعمروها بالزيت باش نقليو حبه فلفل ولا زوج فلفل، ولا نحكموا الفلفل تاعنا ولا الحلو صاص ولا الحلو ولا الحاره، تحكموا الفلفل تاعكم تشوه، ومن بعد تحكموا المقله تشوه، من بعد تحطوا فيه ساشي باش تقدروا تقشروه مليح. قشريه مليح، قطعيه على شكل شرائط ولا على شكل مربعات، ومن بعد جوزيه شويه زيت زيتون وشويه ملح ولا شويه زيت نباتي، وانتيا كيما نقولوا ديرتي البلاط تاعك بدون خليان وبدون ما تخسري الزيت وبدون ما تخسري صحتك. فهمتوني؟ نروحوا دوكا لرمضان. انا نهضر لكم هنايا على الايام العاديه وندخلكم رمضان باش ما ننساش، باسكو دي فوا الافكار يروحوا لي. في رمضان واش ديري؟ عندك البوراك تاعك، كديري البوراك على بالي الاغلبيه يعني العائلات الجزائريه البوراك في رمضان 30 يوم هو بوراك، حتى يخلص رمضان هما بوراك، وكاين اللي يكملوا صابرين بالبوراك. لهذا البوراك حاولي حبيبتي انك تلقاي البديل تاعو اللي هو لازم تشويه في الفرن. صح هو ما يجيش بني كيما في القليان، بنه البوراك في القليان، ولكن راهو يشرب لنا بزاف الزيت. الا حبيتو كاين اشتوس باش ما يشرب لكمش الزيت، لازم تكثروا له الفرماج، لانه الزيت الداخل في الحاجه راهو كيما يقولوا يديجاجي الزيت، ما يخليش هذيك الحاجه تمتص الزيت. وحنا بما انه المقدور كيما يقولوا كل عائله كاين اللي ما يقدروش يشريو مامبا الفرماج ولا واش نديروا الزيت عفوا البوراك نشويوه في الفرن، نحاولوا اننا نحطوه في سنيوه وندخلوه للفرن يتحمر. فهمتوني؟ دوكا نروحوا كيما نقولوا التدبيره الثانيه حبيبتي. كي تقلي بالزيت تاعك هذاك، حاولي انك الزيت هذاك اللي قليتي به تستعمليه 2 خطرات ولا 3 الماكسيموم. انا نستعمل 2 خطرات، نصفيه نحطه في بلاره كيما شفتوا باللاره تاع الدجاج، هذه اللي الغطاء تاعها احمر، نغسل كانت عندي هذه ديجا مغسوله، انا استعملت الزيت اللي فيها درت به الكسره، خلاص غسلتها وخبيتها حتى الزيت نقلي، ومن بعد نصفيه ونحطوه فيها. اذا تستعملوا هذاك الزيت في القليان، تزيدوا تقليو به. سينو واش ديروا؟ الا كما حبيتوش تعملوه تحطوه هنايا وتعاودوا هو اللي طيبوا به، تقعدوا طيبوا به. الا خلاص لكم الزيت اللي مخلط بزيت الزيتون، استعملوا هو بعدا في الطياب باش تسهلكوه وما كيما يقولوا ما يضيع لكمش هكذاك. فهمتوني؟ ولا استعمليه في الكسره ولا في المسمن. الا درتي الكسره، درتي باغ اكزومبل اليوم الكسره والغدوه ولا الغدا اللي من داك درتي الكسره، هذاك الزيت حطيه في الكسره واستهلكيه، ولا ديري به المسمن. فهمتيني؟ حاولي انك هذاك الزيت اللي قليتي به ما يضيعلكش. كاين الزيت اللي اللي ما نقدروش نستعملو، كيما تاع الحوت، كيما تاع ما على باليش انا تاع الباذنجان، كيما تاع القرع، لانه اللون تاعو يتبدل. هادو انا ما نقولكمش خبيهم لانهم ما يتخباوش. الزيت تاع الحوت يقعد يريح، ولا تاع السردين ولا يقعد يريح، وتاع واسمو تاع الباذنجان ولا تاع الكونجات ولا هذا اللون تاعو ما يطلق. هذاك كيما نقول الباذنجان يطلق الزريعه تاعو، وديجا قلت لكم ما تقليوش الباذنجان. والقرعه تطلق هذيك لاكولور تاعي، يولي هذاك الزيت نبدل. والزيت كل ما استعملناه راح يتبدل الكو تاعو وتبدل اللون تاعو والرائحه تاعو. لهذا حاولوا انكم تعرفوا كيفاش تستعملوا الزيت تاع القليان المعود. استعملوه، انا ننصحكم استعملوه من 2 مرات، ما تزيدوش تستعملوه. فهمتوني؟ وحاولوا انكم تصفيوه، لانه هذوك الشوائب اللي فيه هما اللي راهم يضيعوا لكم الماكله تاعكم. نروحوا كيما نقولوا التدبيره الثالثه. الاغلبيه فينا يديروا جدول تاع الاكل، سواء كانت خدامه ولا ما خداماتش، باش تتهنى من هذاك التخمام تاع واش هو الغداء، واش هو العشاء، واش هو الفطور، ولا واش ندير الحلوه، واش ندير يعني الفطور الصباح. طبعا كاين مناطق الفطور هو عندهم الغداء، وكاين الفطور هو الحليب تاع الصباح. اذا حاولي حبيبتي كديري الجدول تاعك تاع الاكل، ما تعمريش بالوجبات ولا الوصفات ولا الاكلات اللي يعتمدوا على القليان. باغ اكزومبل درتي اليوم ضلمه كان لي يقلي، ولا الخضره تاعنا. انا وحده من الناس مانيش نقليها، راني نحطها هكذاك، نحشيها ونحطها هكذاك. كان اللي يحبوا يقليوها، انا نقول لكم من الافضل انك تخليها هكذاك، ما تقليها ما تجوزيها على الزيت، لانه ديجا نتيا في القليان تاعك في تاع البصل والطوماطيش ديجا حطيتي زيت، وزيدي تقلي البطاطا تاعك ولا الخضره تاعك وتطلقيها بالزيت، راح تولي هذيك الظلمه تاعك معمره زيت. فهمتوني؟ كي ديري واسمو قولوا كي ديري الكباب كما قلت لكم، حاولوا انه البطاطا تاعكم تحمروها في الفرن وتطلقوها في هذاك الكباب تاعكم، والله يجي واحد البنه ما شاء الله. حاولي الجدول تاعك، الا كان درتي باغ اكزومبل درتي اليوم درتي
درتي البطاطا مشويه في الفرن، ولا الغدا من داك ديري حاجه جاريه، ديري عدس، ديري لوبيا، ديري جواز تاع خضره، ديري مسفوف، ديري وهكذا. الا كان درتي اليوم كسره واللبن، الكسره فيها الزيت، الغدا من داك ديري حاجه، ديري ماكارون، ديري سباغيتي، ديري روز. المهم حاولوا انكم تبدلوا في الحلويات اللي ديريهم في الجدول تاعك. درتي باغ اكزومبل الفطور اليوم حديري الكسره، كي ديري الكسره تاعك تاع السمانه، ديري 4 قرصات 5 قرصات ولا، وقسميها على ايام الاسبوع تاعك، ونقصي كميه الزيت اللي ديريها، ماشي اشاك فوا تديري الكسره. شوفي كل ما ديري الكسره كل ما تزيد الكميه تاع استهلاك الزيت، فهمتوني؟ خاصه الا كان اعتمدتي حطيتيهم في قرعه الفم تاعها كبير. حنا كي تكون الفم تاع الحاجه كبير تمتم الحاجه تدفق لنا وما نحسولهاش، لهذا حاولي كي تحطي الزيت تاعك تكون في قرعه الفم تاعها يكون شويه ضيق، وحاولي انك هذوك القرع تاع الزيت اللي يتباعوا بالبوشونات سبيسيالمون دايرين للزيت، كاين تاع الزجاج كاين تاع بلاستيك، حاولوا تحوسوا على القرع اللي فيه فمهم ضيق باش كي تهبطي ما تهبطيش، ميم تتعذبي ليسونسيال ما تستهلكيش بزاف الزيت. كي ديري باغ اكزومبل درتي الحلويات اليوم، درتي موسكوتشو درتيه واسمو درتيه بربع كاس غير ربع تاع الزيت على يومين ولا 3 ايام. كي تعاودي ديري تاع نص كاس. كاين وصفات اليوتيوب راهو معمر، وام وليد واش دارت في الوصفات قلت لكم كاين وصفات بالزيت، بلا زيت، بنص كاس تاع الزيت، بزوج مغارف تاع الزيت، مغرف تاع الزيت. ليسونسيال تلقاو في اليوتيوب الوصفات اللي يعني ما يخليوك تقتصدي في الاستهلاك تاع الزيت. واصلا ماشي شرط عليك حبيبتي كل يوم ديري الحلويات، وكل يوم لازم ديري كما يقولوا هو اللي في ولادك يديروا ياكلوا كما كنا حنا بكري كنا ناكلوا. حاولي تدخلي لهم كما يقولوا زيت الزيتون، دخلي لهم هذوك الوصفات اللي كنا بكري كان الامهات تاعنا يعطوهم لنا. ما كنا ناكلوا الخبز الشايح بالحليب، وكنا والله العظيم غير الحمد لله كنا قانعين وزاهين في حياتنا، فهمتوني؟ جيو دوكا تيك المسمن الا درتيه باغ اكزومبل خطره في السمانه ولا خطره في 15 يوم، حاولي كي ديري كميه اللي تكفيك. الا شفتي بلي خلاص لك ديري الكميه اللي تزيد تكفيك على السمانه ولا على 15 يوم، انه على بالي ما يقعدش 15 يوم، خاصه اذا كانت العائله كبيره ولا العدد تاع العائله كبير. ديري الكميه اللي تكفيك، وحاولي انك كي تخدميه ما ديريش مزيت، نقصي الزيت. والله ما تحطيش زيت وراح يطيب ويجي هايل، يجي يعني ما شاء الله. كي تزيدي الجبدي تسخنيه زيدي له شويه زيت، حمريه وقدميه لولادك ما ساسوا مع شويه معجون ولا شويه تاع الزبده، كل واحد كيفاش يقدموا. نجيو لي صابلي كيف حاولي تعتمدي الوصفات اللي تخدميهم بالزبده، اعتمدي الوصفات اللي ما يديولكش زيت في الصابلي. نروحوا للمعسلات في رمضان، حنا الهم تاعنا كامل رمضان. المشكله تاع رمضان كيفاش نقتصدوا في الزيت. كيفاش تقتصدي في الزيت في رمضان؟ هذوك المعسلات اللي تخدميهم في الدار كيما القريوش، زلابيه، قلب اللوز، المقيرض، كاين اللي ما يشروش من برا يديروا هادو حوايج في الدار، معليش تحاولي ديريهم في الدار. هنايا كديروهم في الدار حاولي ماشي كل يوم ديري، بدلي هذوك المعسلات وهذوك المقليات اللي كل يوم بالقلي بالزيت حاولي تبدليهم بالفاكهه ولا بالمكسرات، باش اوموا القرعه تاع الزيت تحكم لك الشهر كامل. على بالي في الزيت في رمضان نستهلكوه بالبزاف، ونهضرها ونعاودها. لهذا هذوك المقليات ولا هذوك المعسلات تاع رمضان حاولي انك تستغناي عليهم ولا تعوضيهم يا بالفاكهه يا بالعصائر، فهمتوني؟ يا بالمكسرات. حبيبتي كانوا هادو من بين التدابير اللي تقدري بهم تقتصدي في الزيت تاعك، ولا تحاولي تنقصي من الاستهلاك تاعك تاع الزيت، وديري هذا التحدي تبدايه دوكا في الشهر هذايا ولا الشهر الجاي ان شاء الله، وتروحي تبداي فيه باش من رمضان ان شاء الله باذن الله تقدري تخدميه وتزيدي تكبري الكميه اللي تدخريها ولا توفريها باش تقتصدي في المصروف تاع الزيت ومامطون في الاستهلاك تاع الزيت. حاولي كما قلت لك في البدايه انك ديما تستهلكي 4 لترات وليترات تخبيها، ولا 3 لترات وليترتين تخبيهم، خاصه اذا كان العدد تاع العائله صغير. كما نقولوا تكون كميه ديما تكون كميه الاستهلاك تاعك تكون صغيره. كان هذا هو لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. ان شاء الله تبداو معايا في التحدي، راح نبداو ان شاء الله باذن الله في رمضان نبداوه مع بعض، راح نحاول نفكركم فيه.
ونحاولوا مع بعض نخرجوا من هذيك الدائره تاع العشوائيه في الاستهلاك تاع المواد الغذائيه، باش نرشدوا الاستهلاك تاعنا ونوفروا اموا الاموال تاعنا. ما نوفروش الاموال تاعنا على الاقل نتبعوا نمط صحي ولا نمط استهلاك صحي في الاستهلاك تاعنا ولا في الغذاء تاعنا. هذه هي لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا كان وصلتوا يعني الى هذه الدقيقه في الفيديو تاعي، ما تنسونيش بالجيم، ما تنسونيش بتعليق مشجع، واللي دخلوا للقناه تاعي جداد نقول لهم مرحبا بكم في القناه. ما تنسونيش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد تاعي. نتلاقاو في فيديوهات اخرى الى ان شاء الله. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.